السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات والرسائل اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين في ايات سورة الانعام. معانا الاية النهارده رقم 119. ربنا عز وجل بيقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دي كانت آيات النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. حلقة النهارده بنتكلم على في حاجات كتير احنا ما بنكونش عارفين الحكمة فيها. حكمة ربنا ساعات بتختفي زي قصة الخضر بالظبط في سورة الكهف. لما في حاجات كتير سيدنا موسى ما كانش عارف مقالها ايه، حتى لو كانت مثلا بتكون بتعمل حزن للنفس او بتعمل ألم للنفس، بس دايما يعني ندرب نفسنا على ان احنا نثق ان ما عند الله من حكم هي دائما الخير والاصلح لنا. وفي حاجات احنا ممكن نعرفها في الدنيا بعد مرور وقت معين، وفي حاجات مش هنعرفها الا يوم القيامة على حسب ما ربنا. ممكن انت تجتهد ان احنا ندعي ربنا عز وجل ان هو يرينا الحكمة من امر معين مثلا في حياتنا احنا مش فاهمين ايه اللي حصل فيه كده او ليه حصل كده او عشان ايه، او حاجة مثلا كانت خلاف توقعاتك انت بالظبط وكده، بس كله بيكون لحكمة غاية في الدقة والإعجاز الإلهي. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.